بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا رب تكونوا بخير. يلا بينا كده نسمي الله ونبدا فيديو حلو قوي النهارده. يعني انا عملته قبل كده كتير معاكم، بس قلت برضو اعمل لكم الزيتون الكلامات الحلو ده بقى لما لقيته كده في السوق فعجبني فجبته. فلقيت فيه زيتون اسمر، خدته على جنب كده، هم حبه صغيرين بس هعملهم برضو وهيبقوا زيتون اسمر حلو قوي. وما تقلقوش من اللي هي الحبات الزيتونه السمراء ومشبحه باخضر، ما تقلقوش منها خالص. جبت الزيتون ونقيته كويس قوي وغسلته وما نقعتوش ولا اي حاجه، غسلته بالشكل ده كده. وهنبدا بقى ايه نعمله مع بعض بطريقه حلوه قوي. الزيتون ده من احلى الزيتون واغلى الزيتون يعني في الزيتونات كلها يعني. هو الكلاماتا ده، بس ممكن يكون فيه اكبر منه، يعني الزيتونيه نفسها اكبر منه شويه، بس هو ده اللي كان موجود قدامي فجبته. والحبه السمر دوم هعملهم احداهم ارش عليهم ملح وزي ما هم كده وهسقاهم واسيبهم كده شويه كده يومين ثلاثه كده ايه، وبعد كده ايه آه، احطهم في ميه سخنه، وبعد كده بقى اغير احطهم في ميه ساقعه تاني واغير عليهم شويه، وبعدين هملحهم يبقى زيتون اسمر عادي جدا. تمام كده. انا قلت برضو ايه انا عملته قبل كده برضو معاكم كتير، يعني الزيتون اللي هو طرق الزيتون، فالطريقه بتاعتي دي انا ما بغيرهاش خالص. طريقه حلوه قوي ومعتمداها من زمان، وهي فعلا بتخلي الزيتون حلو بيقعد معاه. يعني لو قلت لكم سنه وسنه ونص، اكتر من سنه ونص كمان، مش هتقولوا ببالغ. اول حاجه بقى جبنا الحله كده، وهنجيب بقى ايه الخلطه اللي احنا هنحطها على الزيتون. والخلطه دي لجميع الزيتون: التفاحي، العزيزي، الكلاماتا، اي يعني اي زيت. هو ان هم الثلاث انواع دول. الخلطه بقى ايه، جبت فلفل شطه الطويله دي اللي هي الحراقه دي، وجبت جزر. بس بقى انا بحب اقطع الشطه كده انصاص كده، يعني ايه، القرن اقطعه نص تلات ارباع كده. وجبت نص كيلو ليمون كده وقطعته شرايح كده بالشكل ده كده. يبقى كده جزر مبشور، شطه مقطعه. عاوزه تحطها سليمه حط، بس ما تنفعش، لازم تتحط مقطعه كده. وراس توم صغيره كده قطعتها برضو شرايح. ونص كيلو ليمون قطعته انصاص كده. والخلطه الجميله السحريه دي بقى اللي بتخلي مش عاوزه تحطيها ما تحطهاش، في ناس مش بتحب تحطها عادي. بس بصراحه هي بتخلي الزيتون طعم وريحه تحفه. والخلطه دي بقى مع العصفر وحبه البركه، بتخلي طعم الخلطة دي بقى لما الزيتون كده يستوى ويتخلل كده ويبقى حلو تطلعي تاكلي منه. تمام. هتلاقي الخلطة دي، هتلاقي نفسك بتاكلي من الخلطة دي اكتر من الزيتون، من طعمها وريحتها الجميلة. كوباية خل ايه، كوباية عصير ليمون. هي دي كوباية صغيرة خالص، يعني ممكن تبقى نص كوباية كبيرة، بس هي ايه، دي كوباية صغيرة عصير ليمون. ولو كترت، لو هي كوباية عادي يعني حلوة. الليمون حلو، عصير الليمون بيبقى حلو فيه يعني، بيزيدوا حلاوة. تمام كده. يبقى الخلطة دي بقى ايه، شطة مقطعة، جزر مبشور، عصفر وحبة البركة، وملح. ودي بقى طبعا ايه، معلقة هريسة شطة او معلقتين زي ما انت عاوزة. احنا كده كده الشطة حراقة وما عندكش مش مشكلة خالص، هي عندي هي، فقلت احط منها معلقة حلوة كده او معلقتين. لو مش بتحبي حراق قوي خلاص كفاية معلقة. ده بقى معلقة خل او معلقتين خل، مش ما تخافيش، لا بيخلوا الزيتون يتهرى زي ما بيقولوا ولا اي حاجه خالص. بالعكس، ده بتخلي الزيتون يروح لونه اسمه ايه، كهرمان كده حلو. تمام كده. الخلطه الجميله دي بقى اللي بعملها على طول بقالي كام سنه، بعملها ومعتمداها. يعني في ناس تقولك لا حبه البركه عصفر مش عارفه، طب بس جربي، هتبقى جميله جدا وهتعجبك وهتعمليها على طول. يا جماعه، يعني لو بتتفرجوا على الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك يا جماعه، لايك واشتراك يا جماعه. لايك، انتوا ما تحطوش لايكات خالص. كده بقى بعد ما حطينا الخلطه، حطينا بقى الزيتون اهو، قلبناه فيها. انت ممكن تحطي رق خلطه ورق زيتون، رق خلطه ورق زيتون في البرطمانه، بس ايه هي كده تمام. قلبيه كله في بعضه كده وحطي بقى في البرطمان. انا بحب ابقى اخلي في برطمانات ازازه، ممكن تبقى ايه اللي هو البلاستيك الشفاف اللي هو ايه اسمه، مش عارفه اسمه ايه، الابيض الشفاف ده، بس مش ازاز. ايا كان عندك حطي. ممكن تخليه في جرادل، اللي هي الجرادل التخليل اللي هي البلاستيك دي، ام غطا محكم دي. بس انا بحب عندي الازاز، فبحدق في الازاز، بخلل في الازاز. تمام.
عبينا كله. للاسف بقى ما ملتش البرطمانه، البرطمانه جت كتيره، هم 2 كيلو ونص. فحطيت كملت الباقي شطه اهي سليمه زي ما هي، مع الليمون اللي هو احنا عصرينه، قشر الليمون، وغطيته ومليت البرطمان. لازم تملي البرطمان. حطي بقى الميه بقى، احط الميه، ممكن تحط بالبيضه ميه بملح كده عاديه خالص، تحط البيضه لحد ما البيضه تعوم فوق الوش كده، فوق الميه تبقى كده هدوء تمام. المهم تكتري الملح شويه في الزيتون، لازم يبقى ايه يعني تدوقيه تحس انه مظبوط، تزودي كمان شويه ملح. ده بقى الزيتون العزيز اللي انا مخليناه بقاله 10 ايام اهو، شايفين شكله زي الفل. وده ليمون لسه برضه ما استوش كويس، ما استواش الليمون يعني لسه، انا برضه عملته على القناه التانية. وده الزيتون اللي هو ايه كلاماتا. وده بقى حبة الزيتون حطيت الملح عليهم وهداهم. ما تنسوش تعملوا الوصفة الحلوة الجميلة دي، مهلبية وفوقها جيلي، ده جيلي اناناس حلو قوي. الوصفة دي جربت